ما اقدرش، ما اعرفش، صعبة عليا، الكلمة دي الغيها من قاموسك تماما. العلم بيثبت ان طالما في حد في الكون قدر يعمل حاجة انا كمان اقدر اعملها. كان في مرة واحد بيحكي لي بيقول لي احنا والشلة بتاعتنا ايام الجامعة، ده مثال صغير، قررنا ان احنا هنصلي ال5 صلوات في المسجد لمدة شهر. خلاص، بالنسبة لنا ده كان يعني ازاي، كان صاحبهم ده تدين جديد، فازاي ده حاجة مستحيلة. صاحبهم دوت خلاص صور نفسه ليهم ان هو كل يوم بينزل يصلي 5 مرات لمدة شهر. اول ما شافوا ان صاحبهم ده اللي زيهم قدر يعمل الحركة دي بكل سهولة، حرفيا هو كسر عندهم صنم ان انا ده اخري، ده الحد بتاعي، ما اقدرش اتجاوز الحتة دي. كسرها لهم. حصل ايه بعدها؟ ال5 6 اللي معاه بدأوا يعملوا نفس الحركة وبشهور مش شهر واحد. انا مرة كنت قاعدة بسأل نفسي بقول ايه الحاجات اللي بتوقفك انك تكملي في الحاجة اللي انت عايزاها؟ فمن ضمن الحاجات اللي وقفتني ان انا كنت حاسه ان انا طاقتي قليله، ده اخري، ما اقدرش اعمل اكتر من كده، بتعب بسرعه. في لحظه كده لا لقيت في سبب ورا الحاجه دي، بتجيلي زي طنه كده في الاذن، بتعمل صفاره كده، بحس بصداع مش عارفه ايه. انا بالنسبه لي دي كانت علامه او اشاره، اول ما بحسها بوقف فورا، انه انت خلاص كده تعبتي وجبتي اخرك، مش هتقدري تعملي اكتر من كده. هو في الحقيقه ان ده كان ليميت انا كنت حاطاه لنفسي. ايه يعني صدعتي شويه وحصلت طنه في الاذن ديت او الصفاره اللي انت حسيتي بيها، ايه اللي جاب ان دي اشاره انك توقفي الحاجه اللي انت مكمله فيها، او تقولي ان انا خلاص هنا بقى طاقتي خلصت؟ مين قال؟ فقعدت كده اجرب مع نفسي. اليوم اللي كنت بحس فيه بالاحساس ده كنت بفضل مكمله في الشيء اللي انا عايزاه او الحاجه اللي انا بشتغل عليها او اللي بذاكرها او لقيتني ان بعد شويه حصل نورماليزيشن، ان هو عادي ان انا حاسه الاحساس ومكمله، وفي اوقات كان الاحساس بيقف. فدي كانت علامه خطأ، ان انا كنت شايفاها ان دي لحد هنا قدرتي بتقف وما اقدرش اكمل بعدها، ان انا كنت معبره عن الاشاره دي من ان ده خلاص انا طاقتي هنا صفر. دي مالها بدي. نفس الحكايه مع كل واحد فينا، شايف ان في اشارات معينه لما بيحسها خلاص بيوقف الشغل، او اشارات معينه لما بيعملها هو هيكمل في الشغل اللي هو بيشتغله. فاحنا من النهارده عايزين نشوف امثله حيه لناس وصلوا للحاجات اللي احنا عايزين نوصل لها. مش عايزاكم تدوروا على الناس اللي عايشين معانا، دوروا دايما في سير السلف الصالح، في سير الصحابة، هيدوكوا دفعة وحماس وحافزية لا تتخيلوها. مش هتصدقوا ان دول بشر زينا قدروا يعملوا الحاجات دي كلها، ومفيش حد يخش له الشيطان ويقول له اصل دول صحابة، اصل دول تابعين، اصل دول سلف صالح. لا، الناس دي موجودة عشان احنا ناخدهم قدوة ونعمل زيهم. فمن النهاردة لازم تعرف السقف اللي انت حاطه فوق راسك ده ومنعك انك تقف، تكسره من النهارده، سواء في اوقات، سواء في شهوة طعام، سواء في حتة ان انا مش هقدر اصلي وانا واقف، لا مش هقدر اصلي السنن، لا الصيام صعب بالنسبة لي، لا انا ما اقدرش اقعد اذاكر اكتر من 3 4 ساعات. لا، من النهارده اوعى تقول او اوعي تقولي ما اقدرش. لحد امتى هنفضل كسالى؟ لازم يكون في وقفه، لازم يكون في حد نوقف عنده العجز والكسل اللي احنا حاسين بيه ده. كنت مره بقرا مقوله كده لابن القيم، بجد يعني حقيقيه بنسبه 100%، ان الكسل والراحه مفتاح الخيبه والحرمان. لو عايز تبقى خيبه في الدنيا خليك كسول، ريح نفسك على الاخر. ولو عايز تتحرم من كل الحاجات اللي نفسك فيها خليك كسول وخليك مرتاح. وبيكمل الجملة بتاعته بيقول ايه؟ والكسالى هم اكثر الناس هما وغما وحزنا. من اكتر الاسئلة اللي بسألها للشخص اللي قدامي لما بيجي يشتكي لي مشكلة شبه دي سؤال بسيط: احكي لي كده يومك عامل ازاي؟ تبدأ بايه؟ بتعمل ايه في نص اليوم؟ اخر اليوم قبل ما تنام؟ اليوم بتاعه لما بلاقيه فارغ بعرف ان ده طريق سهل وممهد وبسيط جدا نحو الاكتئاب والقلق والهم والحزن اللي محدش عارف له سبب. وبيكمل كلامه في المقولة دي بيقول ايه؟ والناس دول ليس لهم لا فرح ولا سرور. عمر الفرحة ما هتخش قلبك، هتخشها ازاي؟ مفيش عمل على ارض الواقع انت تقدر تبصله وتفرح بنفسك فيه. وبيكمل مقولته بيقول ايه؟ بخلاف ارباب النشاط والجد في العمل ايا كان نوع العمل. ده والله لو واحد ماشي في مصايب بيعملها وفي معاصي وفي حاجات غلط، انه اكثر سعادة من الشخص اللي قاعد زي خيبتها ميعملش حاجة. ومن اكبر الاسباب اللي بنتحرم منها من خير الدنيا وخير الاخرة
واللذة بتاعت الدنيا ولذة الآخرة هي ايه؟ الغفلة. عكس العمل، ان انا اكون غافل قاعد كده انا مش عارف انا ربنا حاططني فين، عكس ان انا اقوم وكل نشاط واشتغل على الحاجة اللي انا عايزها. واتنين، الكسل اللي هو عكس الإرادة والعزيمة، انا حتى من جوايا مش عايز، مش عارف. وبيكمل ابن القيم بيقولك ايه؟ والحاجتين دول هم اصل البلاء والحرمان من السعادة. مين فينا مش عايز يكون سعيد؟ مين فينا مش عايز يوصل للحاجة اللي هو نفسه فيها؟ يبقى اذا الحاجتين اللي لازم نتخلص منهم الغفلة والكسل. عارفين انا كل المرات اللي كنت بقع فيها وما بكملش الحاجة اللي انا عايزاها كان بيبقى فعلا في شعور بالغفلة. انا ناسية انا كنت رايحة فين، وناسية انا بعمل ده ليه. في ابسط الحاجات زي مثلا الخسسان، اوقات اللي كنت ببوظ فيها الدايت وما بكملش عليه كان بيبقى في اللحظة دي انا ناسية انا رايحة فين، وايه المميزات اللي انا عايزاها من الدايت ده، وليه عايزة ارجع اخس تاني. في اللحظة دي ببدأ آكل وافتح على الرابع. لكن أول ما بكون صاحية من النوم حاضر في ذهني أنا رايحة فين ورايحة هناك ليه، بفضل مكملة على الشيء اللي أنا عايزاه. فمن النهاردة اوعي تقولي ما أقدرش، ما أعرفش، صعبة عليا. لأ، انتي اللي مصعباها على نفسك، انتي اللي حاسة ان ليكي حد متعرفش تتجاوزيه. لأن ببساطة شديدة هتلاقي بشر كتير زيك من نفس بيئتك من نفس ثقافتك تجاوزوا الحد بتاعهم بمراحل. وفي حاجه كده لما قريتها لمعت كده في ذهني، كان يقول لك ايه؟ شهوه القلب مقترنه بشهوه العين، فاذا رأت العين اشتهى القلب. طيب احنا عايزين ناخدها بالمعنى الايجابي. انا واحده دلوقتي كسوله ومفيش حاجه انا عايزاها في الدنيا، او حاسه بعجز مش قادره اقوم اعمل، عندي رغبه بس مش قادره اقوم اعمل. يبقى لازم اشوف ناس اوكي شبه الحاجه اللي انا عايزه اوصل لها، زي ما قلنا في الامثله السابقه اللي هو الصحابه التابعين السلف الصالح اللي كانوا بيعملوا 100,000 حاجه في نفس اليوم. الناس دي لما اشوفها واسمع السير بتاعتها هيحصل ايه؟ هيحصل جوه قلبي حماسه، حافزيه، حاسس ان انا لا ده مش اخري، لا ده مش الحد بتاعي، ده في اكتر من كده ممكن اعمله بكتير. فاول حاجه عايزين نحدد حاجه واحده، حاجه واحده انا عايزاها الفتره دي، ال3 شهور دول، السنه دي، حاجه واحده بس. واكتب كويس قوي انا عايزاها ليه، ايه اللي هحسه، ايه اللي هوصل له لما اوصل للشيء ده. تحديد الهدف بوضوح، ده رقم 1. رقم 2، اعمل اقصى ما عندي. اقصى ما عندي هو غير اقصى ما عندك، هو غير اقصى ما عندها. يعني مش شرط اقصى ما عندي ده تفتكروا ان انا هقعد بال5-6 ساعات بشتغل على الحاجه دي، لا. لو اقصى ما عندي نص ساعه قوم اعملها، بس ان انا اجيب اقصى ما عندي. وتالت حاجه واللي هي المفروض تكون الاول، الاستعانه بالله عز وجل والدعاء. ما شفتش حد بيدعي بصدق في شيء ان ربنا ييسره لعمل مفيد له ولحياته الا وربنا وفقه فيه. انها ما جاتلكش يبقى انت ما بتدعيش، او مش مكتر في الدعاء، او مش مستعين بالله صح بالدعاء والذكر. زي ما قلنا قبل كده، شيلها من على كتفك، شيل المسؤوليه ديت من على كتفك وارميها على ربنا عز وجل. استعين بيه بالدعاء وبالذكر، الحاجتين دول هيوصلوك بسرعه الريح للشيء اللي انت عايزه، مع العمل الجاد اللي هو ايه؟ انك تجيب اقصى ما عندك. من النهارده اوعي تقولي ما اقدرش.